النيسان الصني اللي محدش بيقول فيها كلمه حلوه، على الرايق ولا مش على الرايق؟ مبدئيا كده النيسان الصني يابانيه المنشا وتصنيع الهند وتقفيل وتجميع محلي، وبتنزل مصر باربع فئات وبسعر بيبدا من 700,000 جنيه ل 800,000 جنيه، وعليها موتور 1500 تنفس طبيعي 4 سلندر بيطلع في سكه ال 108 حصان، وفتيس اوتوماتيك 4 نقلات، ومن قدام عليها عفشه ماكفيرسون، وورا كابل تورشن بيم او على دونجل، وجنود 15 و2 ايرباج، وشاشه معلومات 7 بوصه. طب ايه بقى عيوب العربيه؟ امان مفيش، ثبات مفيش، عزل في الضايع، صاج ورق بفره، تجميع على قد حاله، مشي بيه الدنيا. امال لما كل دي عيوب، امال فين بقى يا باشا مميزات؟ خد بقى يا باشا عندك اول حاجه العربيه ناعمه وموتورها جميل وسحبه على الرايق، استهلاك البنزين على الرايق، التكييف ثلاجه، قطع الغيار متوفره وبكثره، وسعرها على رايق الرايق، واي حد يقدر يشتغل فيها ويعمل لها الصيانات بتاعتها. فلو انت هتستخدم العربيه دي كوسيله مواصلات تجيبك من الشغل وتوديك من الشغل وتقضي لك مصالحك، فالعربيه دي تعتبر على رايق الرايق. انما لو هتستخدمها استخدام الشباب الاهوج اللي هو الجري والغرز والتخميس والحوارات دي كلها، ففي الحته دي هي مش على الرايق خالص.